طيب احنا عشان بس احنا شويه حضرتك تقول لنا سلسله، وشويه تقول لنا مشبع، وشويه تقول لنا اساسي، هو احنا نقدر نقول كده من الاخر الدهون ليها 3 حاجات بنقيس عليها. يا اما حاجه اساسيه انا ما اقدرش الجسم يصنعها فلازم اخدها زي الاوميجا 3 والاوميجا 6، حاجات الجسم ممكن يصنعها، دي تقسيمه الاساسي وغير اساسي. التقسيمه الثانيه حسب درجه التشبع، في مشبع وفي غير مشبع وفي مهدرج، ربنا يبعد عننا يعني يجعل كلامنا خفيف عليه يا رب. يبقى دي حته التشبع. الحاجه الثالثه بقى حته طول السلسله، ان هو اصلا احنا عندنا الدكتور قال لنا ان انا بقى الدهون دي بتتحول لفاتي اسيد، بتتحول لاحماض دهنيه. الاحماض الدهنيه دي بيبقى فيها ذرات كربون طويل حسب طول السلسله بتاعتها بنقسمها. عندنا قصيره السلسله ومتوسطه السلسله. من ضمن متوسطه السلسله كان جوز الهند اللي هو اصلا ممكن يتحول معظمه لطاقه ما بتخزنش للجسم. طويله السلسله دي موالها طويل معانا، وهنتكلم معاها في حته الامتصاص واضرار الجسم وحاجات كتيره جدا. لكن كده سريعا بدانا ان احنا نعرف عشان ما يخشوش في بعض ال3 تقسيمات اللي بنقسم على اساسهم الدهون.